السلام عليكم، مرحبا بكم في مطبخ أنس في فيديو جديد ووصفة جديدة. نبقاو دائما مع الحلويات. وصفتنا تاع نهار اليوم هي لعشاق الليمون، كوكياج بذوق الليمون. خيرت لكم كوكياج باش نعمروه بلا كريم تاع الليمون. جا بزاف بزاف بنين، سيرتو اللي يبغوا سيترون، اللي يبغوا سيترون واللي ما يبغوش، يعني جا بزاف بنين. راح تاكليه بالسيف عليك مع واحد الكريمه روعه. قبل ما نبداو نقول لك انت كي تشوفي اول مره في القناه ديري ابوني وفعل الجرس باش يوصلك كل ما هو جديد ان شاء الله. نروح مباشره للمقادير وطريقه التحضير. نبداو بسم الله على بركه الله. نخدموا لاباط هي الاولى. عندي 250 غرام تاع زبده طريه بحراره المطبخ. زدت عليها 200 غرام تاع سكر كلاصي، سكر كلاص يعني سكر ناعم. عندي هنا عطر تاع الليمون، لو زيست تاع الليم، عفوا لاغوم تاع الليم. انا مبغيتش ندير الزيست، درت لاغوم باش ما يقعدليش هكا هذوك الحبيبات تاع الليم في لاباط. وضفت عليه 2 حبات بيض كاملين وصفار بيضه. نجمع مليح هذا البيض مع الزبده والسكر حتى يولي عندي هكا خليط كريمي. تبغي تخدمي بيدك ولا تخدمي بالباتور. ونبداو نغربلو في الفرينه حتى نتحصلوا على عجينه تاع الصابلي تكون طريه كيما هكا. تبداي تلمي غير باطراف الاصابع، ما تقعديش تعجني باش لاباط تقعد طريه. وما تكثروش الفرينه بزاف، يعني سا ديبون، كاين الفرينه اللي تشرب وكاين الفرينه اللي ما تشربش، هكا باش لاباط تاعنا تجي طريه وما تجيش قاصحه. شوفوا هنا بعد اللي لميتها، شوفوا كي جات لاباط طريه. لمها كاع كيما هاك ونخليها تريح تقريبا واحد 20 دقيقه في الثلاجه. من بعد نبداو نخدموا فيها. انا هنا عندي هاد لي مول تاع الكوكياج. هنا خيروا اي مول اللي عندكم، يعني هنا يكونوا هادو شويه صغار، يعني ضعيفين، ماشي ما يجوش كبار بزاف كيما هكا. انا هنا راني غير نوري لكم، ما خليتهاش تريح. هنا بغيت نوري لكم، بصح انا من بعد خليتها ريحت وكاع باش عادك خدمت بها، سيرتو في الحمان كي رانا في السخانه. هذيك الزبده كي تخدميها بيدك تزيد تطلق، يعني زيدو تزيد تحمص. ما غادي كي تخدمي بها تمتم لاباط تاعك ما غاديش تنجح لك، غادي تطيح لك في المول. بصح خاصكم تخلوها تريح. انا هنا غير بغيت نوري لكم كما قلت لكم. وهنايا بغيت نعطيكم استيس واحده اخرى، يعني انا بغيت درت لكم زوج هكا في افكار وانا ما درتهاش هاد لاستيس، غير بغيت نوريها لكم. هنايا زعما اللي ما بغاتش دير حبه تاع الكوكياج حبه فوق اختها، تبعوا معايا دوك تفهموا. هنا جبت شويه عجين كما راكم تشوفوا، نحل فيه بالحلال. جبت طابع يكون صغير على حساب الحبه تاع الكوكياج، ها هي على حسابها نيشان، ما تكبروا ما تصغروا كيما هكا وتطبعي وتدخليهم يطيب. هنايا زعما اللي ما بغاتش دير حبه تاع الكوكياج تلصقها مع اختها، تنجمي ديري كيما هكا. هاد الحبه كيما هكا راكم تشوفوا، تجيبي الحبه وتدخلي هذيك ديريها هكا قاعده وتدخليها طيب كيما هكا وتعمري لا كريم. هذه غير بغيت نوريها لكم، انا جاتني فكره بغيت نوري. انا ما درتهاش، انا درت نورمال، درت حبه تاع كوكياج فوق اختها، كل حبه فوق اختها، ودخلتهم كملت كاع لاباط تاعي ودخلتها طيب. وهنا نروحو نحضروا لا كريم تاع السيترون اللي غادي نحشو بها الكاطو تاعنا. عندي هنايا 4 كاس تاع عصير الليمون. انا هنا الليم كنت خادماته، يعني عندي في الكونجيلاتور دساته، جبدته على بها. كي تجبديه من الكونجيلاتور يجي داير كيما هاك، ماشي كيما اللي تشريه واجد وتعصريه. عندي هنا كاس الا ربع تاع الماء وملعقه كبيره تاع المايزينا. شغل هادي نحضروها كي سوبر كريم، يعني كيما سوبر كريم هادي ولا سوبر كريم كيما تبغوا سموها. وهنايا درت 3 ملاعق كبار تاع السكر، سكر عادي. نحركهم هكا مليح، نحطهم فوق النار حتى يتقال الخليط تاعي. شوفوا كي يولي خليط كريمي. نجيب هنايا قد 100 غرام تاع شوكولا بيضاء، وهو هنا لا كريم تاعي راهي حاميه، نحط فوقها الشوكولا بلون باش تذوبلي.
انا هنايا درت كميه تاع 250 عطاتني 48 حبه، تقريبا 48 حبه. على هذه لا كريم هذه ما كفاتنيش، ثم زدت عاودت درت واحده اخرى. هنا حطيت ملون اصفر باش يعطيني لا كولور تاع السيترون، يعني كي نعمر به من بعد لا فارس نفارسي به عفوا الكاطو تبان لا كولور تاعه ما يقعدش شفاف. هنا خليته على جهه هو يبرد، ورحت نحضر هنايا كلاصاج تاعي اللي غادي نكلاصو به. هنا تبغوا ديروا كلاصاج كيما درت انا، تبغوا ديروا شوكولا بلون يعني غير الشوكولاته البيضاء وتذوبوا بها. انا خيرت ندير كلاصاج. الكلاصاج عندي فيه حبه بيض، بياض بيضه عفوا، عندي فيه نصف حبه تاع ليمونه. هذيك الدبانه ما نديروش عليها، ما شفتهاش، هذا وراني نشوف فيها. ليسونسيال نرجعوا للوصفه تاعنا. قلنا نصف حبه تاع عصير ليمون، بياض بيضه، وعندي 2 ملاعق كبار تاع المازهر، نضربهم هكا مليح بلا فوي. يعني هذا الكلاصاج تستعملوه لجميع الحلويات اللي تبغوا تكلاصوا بها، يعني تخدموا بها كلاصاج. كلاصاج ناجح 100%، ويجي بزاف بنين وينشف تمتم ما يطولش، ومام فلوقو تاعه يجي شباب. نزيد له هنا ملعقه كبيره تاع الزيت باش يقعد طري ويعطينا هذيك اللمعه في الكلاصاج تاعنا. كيما هكا ندخل مليح الزيت، يعني طلعته خليته حتى تحصلت على القوام اللي راني باغيته. هنا هو الكاطو تاعي بعد لي طاب طبعا، وخليته وخرجته وخليته برد. شوفوا كي جات لا كولور تاعه، جات شابه. هنا عمرت، جبت لابوش تاع الجطابل وبديت نعمر في الحبات تاعي كيما راكم تشوفوا. يعني لا كريم جات بزاف بزاف بنينه. هنا ماهيش لا كولور تاعها يتبان شغل فيغ، هي غير الاضاءه، ما هي راهي صفرة، بصح الضوء التصوير يعني عطاها هذا اللون. انا عمرتها كاع كيما هاك، والكريمه تزايدت لي، يعني زادت قعدت لي لا كريم. درت عاودت عمرت هادو اللي راني نبلع فيهم من الفوق، هاد الفواكه عاودت عمرتهم باللا كريم، يعني كانت بقات لي بزاف، ايا زدت عمرتهم من الفوق كيما هكا. وهنايا هذا هو الكلاصاج اللي خدمته، يعني ما تقلتهش بزاف، ما تقلوش بزاف باسكو هذا ماشي عرايش ولا كعكات، هذا راه صابلي، ما خصهاش يجي ثقيل اكثر من اللي راه ثقيل، ديجا راه فيه لا كريم. هنا درت له الملون اصفر، راك ثاني هو نفس هذاك الملون. تحصلت على لا كولور هكا جون كلير، ما بغيتش نديرها فونسي بزاف، وبديت نكلاصي فيها كيما راكم تشوفوا هكا. يعني باش ما يجيش حلو بزاف، يعني يكون تقلوا الكلاصاج بزاف غادي يقعد في الحبه تاع الكاطو ويجي بزاف حلو ويجي ثقيل. هنا راح نحوسوا على اللوغو تاع السيترون، جا فيه واحد اللوغو روعه روعه روعه. هكا نحط الحبه غير بشويه هكا فوق بابي كويسون ولا بلاستيك هكا باش يكون العمل تاعكم منظم ويكون نقي. انا نكمل كيما هكا كاع الحبات تاعو اللي راهم عندي. كما قلت لكم عطاتني تقريبا واحد 48 حبه. هنا عندي درت هنا بلا باتا سكر، كنت وجدت حبات تاع الليمون بهذا المول تاع السيليكون راكم تشوفوا فيه كاع لي فروي. انا خيرت هنا تاع الليم كيما هكا، خدمتهم من قبل، وجدتهم وخليتهم نشفوا باش نديكوري بهم. يعني التزيين يبقى اختياري، كل وحده وكيفاش تبغي ديري ورده، تبغي يعني يبقى التزيين يبقى عندكم. كانت هذه هي وصفتنا تاع نهار اليوم. كوكياج بذوق الليمون ولا ديليس الليمون، يعني سموهم كما تبغوا، مهم فيهم كو تاع السيترون. جاو بزاف بنان، نتمنى ان شاء الله تجربوا الوصفه وتنجحوا فيها، وان شاء الله تعجبكم. وما تنساونيش بجام والبارطاج للفيديو، وخلوا لي في تعليق ارائكم في التعليقات. يعني شوفوا كي جا من الداخل جا طري، جا يتفتت، ديك لا كريم جات بزاف بنينه، تنجموا تستعملوها لاي حلوه بغيتوها ماشي غير هذا الكاطو. خليكم انا وصلنا نهايه الفيديو، نتلاقاو في فيديو جديد ووصفه جديده ان شاء الله. تهلاو لي في رواحكم، سلام.